السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. كنتمنى لكم كذلك رمضان مبارك سعيد. في الحلقة ديال اليوم غنقترح عليكم وصفات سهلة في نفس الوقت لذيذة، مملحات كلها بدون عجين وبحيل بسيطة باش ما تبقايش النهار كامل واقفة في الكوزينة. بطبيعة الحال ما نساوش الحلو، غنصاوبوا واحد ديسير رائع وغادي نعطيك واحد الطريقه للحريره باش تجيك ناجحه 100% اللي دقها يحماق عليها. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش نحضروا جميع الوصفات. الناس اللي كتعجبهم القناه ما تنساونيش بلي لايك ديالكم وتشجيعاتكم، والناس الجداد ما تنساوش تابوناو. مرحبا بكم في القناه. غنبداو بالديسير. غنحتاجو هذا النوع من الكاطو، هذا ماشي اوريو، اي نوع بغيتو، انا ما كنستعملش اوريو. غنحتاجو 5 علب صغيره، يعني كان عندي غير 4 العلب، داكشي باش كملت بهذا البسكويت كما كتشوفوا. طحنته وزدت عليه 2 معالق كبار ديال الزبده وخلطت مزيان. من بعد كنديرو في كيسان، كندير تقريبا 2 معالق كبار في الكاس وكنضغط عليه باي حاجه باش ياخذ شكل الاناء. غندوزو من بعد نوجدو الصوص، فريمون ساهل وكيجي اكثر من رائع. كنحتاجو 3 ملاعق كبيره من الزبده، ملعقتين كبيرتين ممسوحتين من الدقيق، وملعقتين كذلك كبيرتين ممسوحتين من نشا الذره او مايزينا. كنحركو مزيان تقريبا 2 دقائق وكنزيدو لتر من الحليب بالتدريج. الا بغيتو تحضروا كميه قليله تقدروا ديروا نصف المقادير. كنضيف نصف كاس تقريبا من السكر وكيس من سكر الفانيلا وثلاث قطع من جبن كيري، ثم نستمر في التحريك. كنضيف في الاخير شوكولاته بيضاء اختياريه يمكن الاستغناء عنها. كنقسم الصوص الى نصفين، النصف الاول كنخلط معاه الكاطو اللي شاط ليا، نسيت ما قلتش لكم كنخليو شويه، كنزيدو شويه ديال الكاطو كنزيدوه في لاصوص باش نحصلوا على 2 ديال الطبقات ديال الصوص. ثم كندخلهم الثلاجه قبل ما نزيد الصوص الثانيه، غير الوقت اللي يشدوا فيه راسهم باش منين نزيد الصوص الثانيه ما يتخلطوش ليا لي صوص. صافي، هاد الديسير ديالي وجد، كيجي فريمون رائع. كندوزو دابا نحضروا السيجار ببان دومي، حيله بسيطه غتهنيك من العجينه، سيرتو الموظفات تيجيو من الخدمه وعاد خاصهم يوجدوا الفطور، هذه غتهنيك. غير نصيحه، ما تستعملوش اللي بالقمح الكامل بحال هذا اللي عندي، ما تيبغيش يتطلق دغيا، ماشي بحال داك اللي تيكون فيه غير شويه د الكومبلي ولا العادي دغيا تيتطلق. صافي، ها العجينه ديالي وجدات ساهله مهله. ندوز نحضر دابا الحشوه، تقدروا تحشيوهم باش ما بغيتو، انا فقط كنشارك معكم افكار وانتم كتاخذوا اللي مناسبكم. شحرت البورو في شويه ديال زيت الزيتون، تقدروا تعوضوا بالبصل الاخضر او العادي، ثم من بعد كنزيد فلفله حمراء مقطعه مكعبات صغيره، تقدروا تعوضوها بفلفله صفراء او خضراء او الوان، ثم كنزيد البطاطا مكعبات صغيره، تقدروا كذلك تعوضوها بالجزر. كنزيد شويه ديال الملح والفلفل الاسود وتخليوه حتى كطيب، تقدروا تزيدوا شويه ديال الماء باش ما تلصق لكمش البطاطا وتخليوها حتى كتشحر مزيان وتنشف، عاد كتزيدوا الكفته كميه بطبيعه الحال حسب الرغبه، ما تكثروش الحشوه باش ما تشدش لكم. زدت توابل الكفته والقليل من المعدنوس، ثم شويه ديال الجبن مبشور في الاخير اختياري، تقدروا تستغناو عليه. صافي، دابا كنبدا نعمر الخبز ديالي، كندهنوه بشويه ديال الماء في الاطراف باش يلتصق وما يتحلش، وكنحطوه على ديك الملاقيه باش يشد راسو مزيان. هنا زدت شويه ديال الموزاريلا، كذلك تقدروا تستغناو عليها. وهذا السيجار ديالي وجدو ساهلين ماهلين خفه زربه، وتقدروا ديروا فيهم غير شي حشوه بارده، ماشي ضروري طيبوها بحال الخس، الزيتون، مايس، طون، فرماج. صافي وتنوضي نايضه. دابا قبل ما نطيبهم غادي نديرهم في البيض اللي زدت ليه شويه ديال الملحه، فلفل اسود، بودره الثوم، بودره البصل، ثم كتزيدوا التوابل اللي بغيتو على ذوق، ثم كنحربلو في لا شابلور او كورن فليكس مطحون وندخلو فاش نبغي نقدمو الفران باش يتحمر. حتى كنبغي نقدمو عاد كندخلو الفران. دابا غنصايب ميني تاكوس، كيجي فريمون بنين ولا اروع. خديت ورقه ديال تاكوس من الحجم الكبير، كل وحده كتعطيني 4 ميني تاكوس. شوفوا تبارك الله كتعطي كميه كبيره، انا قطعت غير 4، عطاوني 16 وحده، ما درتهمش كاملين، شاطوا ليا درتهم في المجمد. وبالنسبه للحشوه شحرت بصله مع شويه ديال الفلفله حمراء وخضراء، زدت عليهم شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملحه وخليتهم على نار هادئه تتشحروا مزيان. ابري زدت عليهم لادان مقطع قطع صغيره، كان عندي في المجمد ديجا فيه التوابل، تقدروا ديروا اي توابل بغيتو. فاش كنزيد لادان كنعلي النار باش ما يجيش ناشف، وكنزيد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم
والمقادير كامله بالتفصيل غنكتبها في صندوق الوصف. دابا غنصايب لاصوص فخوماجير اللي غندير في طاكوس. غندير معلقه الزبده حتى كتذوب ونزيد عليها معلقه ديال الطحين ونحرك مزيان شي 2 دقائق تقريبا، ثم نضيف كاس كبير من الحليب بالتدريج. من بعد كنزيد القليل من الملح وجوج شرائح ديال الفرماج ديال ساندويتش، تقدروا تعوضوه بالجبن المثلث. وفي الاخير كنزيد القليل من الجبن المبشور، اي نوع عندكم فريمون كتير زاهره. دابا غنصايب الحريره ديالي كتجي كتحمق. غنستعمل فيها بصله واحده مقطعه رقيقه وشويه ديال العدس وصدر ديال الدجاج مقطع مكعبات، تقدروا تعوضوه باللحم وتقدروا تستغناو عليه. ثم كنزيد 2 كيسان ديال الحمص مرقد ليله كامله في الماء. كنزيد معلقه صغيره من الزنجبيل او سكينجبير، نصف معلقه صغيره من الكركم او الخرقوم، ثم القليل من الفلفل الاسود تقريبا نصف ملعقه صغيره، وملعقه صغيره ديال السمن. وكنزيد الماء الكافي اللي غيطيبهم ونخليهم يطيبوا تقريبا 20 دقيقه، الوقت الكافي اللي يطيب الحمص. في هذا الاثناء غنوجد الطماطم والربيع. الا عندكم طحانه ديال الكاس كطحنوا مباشره الطماطم وتصفيوها، سينو غديروا بحالي درتها شويه تغلى باش تجيني سهله في الطحن. انا استعملت كيلو ونصف لحقاش غندير طنجره ديال 8 يطرو وكنبغيها تجي حمرا كما غتشوفوا. وتقدروا تستعملوا قليله الا كانت الكميه قليله اللي غطيبوا. دابا غنصاوب الربيع. استعملت نصف ربطه ديال المعدنوس ونصف ربطه ديال الكرافس وربطه كامله ديال القزبور. غنطحنهم غير شويه يتهرشوا، ما تدقوهمش بزاف، ثم كنزيدهم على الطماطم اللي صفيت. منين كيطيب الحمص كنزيد كلشي في الطنجره. بهذه الطريقه كتخلي داك الربيع كيبقى المذاق ديالو وريحته عاطيه في الحريره، ما كتحتاجيش كاع تزيدي داك القزبر في الاخير. كنديرها دابا طيب. على ما تغلى غنوجد الطحين والطماطم المصبره. كندير كاس ديال الطحين مع الماء، كنحركو مزيان ثم كنصفيه، ثم كندير 3 المعالق كبار ديال الطماطم المصبره ونخلطهم مع الماء. تقدروا تستعملوا غير 2 معالق كبار الا ما كتبغيوهاش حامضه. فاش كتبدا تغلى الحريره كنزيد عليها الطحين، ثم فاش كيغلى كنزيد الطماطم، ومن هاد اللحظه كنحسب ربع ساعه ونطفي عليها. فاش كتبقى غير 5 دقائق كنزيد الشعريه رقيقه وحسبوا ليها غير 5 دقائق وطفيو. الحريره ديالي وجدات ولا اروع. جربوا هاد الطريقه وردوا عليا. دابا غنصاوب العصير. درت شويه د الفريز مع 5 ديال التمرات، طحنتهم وزدت عليهم عصير الليمون وعاود طحنت وصافي. بالنسبه للسيجار اللي بورقه الفيلو كيجي خطير وبحشوه لذيذه وسهله. انا غير مع الساهل راني حطيت لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. وبالنسبه للسلطه كتجي واعره وما ضيراش. نديرها معكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا سالا الفيديو ديالي ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله.